السلام عليكم متابعي قناتنا الأعزاء، نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات كي يصلك كل جديد، والصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلبي هفرجك على حتة تست كده بصوت عشان تتأكد إن النسخة دي إنشاء رومات فعلا ولا لأ. أيوة بتنشئ رومات قديمة. تمام. طب سؤالك دلوقتي، الرومات دي حقيقية ولا فيك؟ لا حقيقية، وهوريك دلوقتي وأجيب لك إثبات. طيب هتدوس على التلات نقط دول. تمام. هتخش على الخصوصية، بعد كده هتنزل تحت هتخش على شاشة الشات. تمام. هتفعل زرار عمل رومات قديمة، بعد كده تطلع تاني. تمام. تيجي انت مثلا تخش ان انت تعمل مثلا رومات، زي يكون ان انت بتعمل روم، هتنزل تحت خالص اعمل روم. تمام. بعد كده هضيف رقم التاني عشان اثبت لك. تمام. هات مثلا روم 2015. تمام. زي ما انت شايف كده نشأت الروم معانا. تمام. 2015. تمام. طيب تمام. طب انا عايز انشئ مثلا روم في السنة دي، احنا في سنة 2023. طبعا هتخش على الخصوصية، بعد كده شاشة الشات، بعد كده هتلغي الروم، بعد كده تلغي الزرار ده. تمام. وهتفعل الزرار ده. تمام. بعد كده تخش ننشئ روم 2023 مثلا. هات روم 2000، هات روم 2023. آسف رحت غصب عني طبعا اهي. تيجي تخش كده على الروم. آسف نشأت معنا الروم هاي 2023. طيب تمام. تعال اوريك ميزة تاني لو مرة تشوفها بجميع نسخ الواتساب. هتدوس انت على باوت نسخة ميجا. سيبك مع بقية الشرح عشان تفهم حاجات كتير عن النسخة. تمام. واضافات النسخة طبعا اضافت لي لأول مرة على اليوتيوب. يلا. طب هاشتاج رجلك مش شايلة. انا بابا اللعبة انا موجود، بلاش تخبط في الاصول، مجال كبير هري وحوارات، انا التقيل وانت الكتكوت، مجال كبير هري وحوارات، انا التقيل وانت الكتكوت. يا عم يلا يا عم يلا يا عم. شيماء السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده يا عزيزي جايب لك حته دين حلقه، وهي طبعا يا عزيزي ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا عزيزي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير، واهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيتكلم عن النسخة دي الفيرجن 17. النسخة دي بقى مش زي اي نسخة نهائي. نسختنا النهاردة تختلف تماما. النسخة دي بتنشئ رومات قديمة. تمام. وسحب رومات وواجهات وتساقط تلك، وفيها مميزات لأول مرة يعني اكتساح المجال. قبل كل حاجة كده يا ريتك تكمل معايا بقية الشرح عشان تفهم حاجات كتير عن النسخة. تمام. ولو انت مش مشترك خش اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. ونسختنا النهاردة بباسورد. تابع معايا الفيديو عشان تعرف الباسورد. تمام. طبعا هسيب لك النسخة دي تحت في لينك مباشر. تمام. ميديا فاير. تمام. الصندوق تحت. تمام. طبعا النسخة هتنزل معاك بالايقونة ده. تمام. هتخش عليها كده. طبعا نسختنا النهاردة لونها صفرا. تمام. يا ساتر يا ساتر يا رب. كل اللي داخل عايز رومات قديمة. طيب تمام. طبعا الجروبات لوحديها والشتات والستوري لوحده. طبعا النسخة دي بلس اخر اصدار من جي بي واتساب. تمام. طيب تعالى كده نخش لكل الرومات النسخة نشأتها. تمام. بتنشئ روم 2012 2013 2018 2014
2008 2011 2005. تمام. السؤال الوقت ازاي بتنشئ برمجات قديمة. تمام. تعالى كده نخش كده على المميزات على طول عشان تقولوا لي انت بتطور في الشرح الميجا بايت. انا بطور من الشرح عشان تفهموا مميزات كتير عن النسخة. تمام. طبعا النسخة بتغير ارقام فيها قطع النت، قطع النت عن النسخة. طبعا الوضع الداخلي فاتح. طبعا ده الوضع الفتح بتاعها. بفضل اشتغل على الداكن احسن، الداكن اجمل بكتير. طبعا المسطرة. تمام. واضح اسعد صديقك. طبعا الكاميرا ده هنا 3 نقط. تمام. طبعا هنا في حاجة اسمها لاستر اعدادات النسخة. تمام. لاستر اعدادات النسخة، اخفاء ظهور وظهور الستوري، ولاستر العلامات، ولاستر عدد المشاهدة مرة واحدة، ولاستر حذف الرسائل، ولاستر الستوري والمكالمات اظهار طبعا النقطتين الزرقاء والنقطتين وكلمة يكتب والتسجيل، ولاستر خاصية نسخة ميجا بايت. طيب ما علينا. طبعا التواصل معايا. طبعا دي قناتي الأجنبية ودي قناتي الأساسية. تمام. ما علينا. طبعا رسالة رقم غير مسيفه. طبعا جدول الرسائل والرد التلقائي وإرسال المجموعة، اعمل روم، اعمل PC، افتح ويب. الرسالة مميزة بالنجمة والإعدادات العادية أساسية. طيب ماشي، هنخش على الخصوصية دي. الخصوصية دي من خصوصية نسخة ميجا بايت الفيرجن 17. طيب تمام. طبعا ده البرايفسي بتاعها، الجمدان ده. تمام. طبعا لو جيت دخلت كده على باور، طيب خد لك اول رقم في الباسورد 20. طيب الخصوصية والحماية. تمام. طبعا ده كله ده عارفينه. تمام. طبعا نخش على خصوصية زراير النسخة. طبعا هنا فعل عشان ما تهنكش فيروس الصور، وفعل عشان ما تهنكش من فيروس الحروف، فعل عشان اخفاء الشات والفيروس، فعل عشان ما تهنكش من فيروس المواقع، فعل عشان ما تهنكش من فيروس البوت، فعل عشان ما تهنكش من فيروس الكراش، فعل عشان ما تهنكش من الفيروس، فعل عشان ما تهنكش من فيروس اللينكات، قرأت المزيد من الرسائل والفيروس، فعل عشان ما تهنكش من كونتاكت 100، فعل عشان ما تهنكش من كونتاكت قاطع نت، فعل عشان ما تهنكش من فيروس الويب، فعل عشان ما تهنكش فيروس المستندات، وفعل عشان ما تهنكش من الفيديو، وفعل عشان ما تهنكش من الكاتور دعوة روم، وفيروس الMP3. تمام. طبعا المزيد من الفيروس. طبعا اعمل لنفسك ادمن تلقائي، وفعل عشان ما تهنكش ضغط رسائل وتنزيل كل الادمن بضغط الزرار. تمام. طبعا فك شاك. تمام. بتفبرك كراكات. طبعا هنا بقى ساعة وخمس. طبعا احنا عارفين الحاجات دي. طبعا التواصل معايا دي حركات 3G. طبعا ضايف لك في النسخة 16 حركة 3G. تمام. ما علينا. طبعا هنا اخفاء ظهوره. طبعا الكلام ده احنا عارفينه عشان وقت الفيديو. تمام. طبعا السمات، تحميل السمات. طبعا النسخة فيها سمات، فيها 14,000، لا مش 14، 4032. طيب تمام. طبعا حفظ السيم، استعادة السيم، عيادة ضبط السمات، حذف في جميع السمات كلها. تمام. طبعا مزيد من الاعدادات. طبعا الالوان والستايل الشكل، واقفال المعرض من الستوري. نسخ الاحتياط، الاعدادات العادية. طبعا احنا عارفين. طبعا الشاشة الرئيسية. طيب ماشي. الشاشة البار العلوي والاسطر. تمام. والزراير. طبعا معايا الفيديو عشان احنا داخلين كده على ازاي تنشئ رومات قديمة والستوري. تمام. طبعا 6 واجهات او 3 واجهات. طبعا ماشي. دي زراير قطع نت. كلها دي زراير قطع نت. طبعا احنا عارفينه وما عارفين شغالة. تمام. طبعا اخفاء الشتات طبعا الكلام ده احنا كله عارفينه، فكك منه. تمام. طبعا خش على شاشة المحادثة، البار العلوي، الفقاعة والصح، وصور النسخة، والستايل، المنطقة السفلية في الشاشة الرئيسية. طبعا حرك جميع النسخ بمكالمات، زر عكس الرسائل. تمام. بتعمل سحب رومات تلقائي. تمام. اضافة اعضاء في روم. طبعا تغيير اللينكات. طبعا بتعمل انهاء رومات.
وتفعل الزرار ده عشان انشاء رومات جديدة. تمام، لازم تفعل الزرار ده، وطبعا اعمل منشئ لكل اعضاء الروم. طبعا الكلام ده احنا كله عارفينه. خلينا احنا دلوقتي في سحب الرومات. خلينا دلوقتي في انشاء، اسف جدا، انشاء الرومات. طبعا بعد ما تفعل الزرار تطلع كده، تمام، هتدوس انتر. تمام، هتعمل زي كأنك روم عادي. مثلا تضيف مثلا الرقم ده، تمام، وتضيف الرقم التاني، تمام. هات مثلا روم 2015 مثلا، يعني نديله مثلا 5-1، نديله 5-1، ندوس ده، تمام، ولا سبركت فيديو ولا اي حاجة، تدوس هنا كده، تمام. ادي اهو تم انشاء الروم بتاريخ 2015، تمام، زي ما انت شايف اهو الروم اتنشأ في 2015، تمام. طيب تعال نلغي الزرار ده عشان توقف انشاء الرومات. وقف كده، تمام، وتلغي انشاء الرومات. طيب تعال نعمل مثلا الروم 2000، احنا في سنة كام؟ 2023، تمام. انشاء الروم مثلا اهو زي ما انت شايف الرقم التاني، تمام. ينشأ الروم 2023، تيجي تطلع، تمام. معلش اسف انا طلعت. بعد كده تخش اهي، طبعا جاتلك الروم في 2023 قدام عينيك. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ يعني تيجي تفعل الزرار، تمام، هتنشئ لك روم 2015 2011 وما علينا. طيب تمام، نطلع من ده كله ده. كده انا فهمتك ازاي تنشئ رومات قديمة وازاي. طبعا ده كله ده طبعا نسخة تامة مترجمة، مفيهاش ولا كلمة انجليزي. طبعا الاشارات مترجمة كلها، تمام. هنا إدارة الرسائل مترجمة، كل حاجة مفهمانة. إدارة الستوري، تمام، طبعا مترجمة كلها. طبعا ده هخش على خصوصية، طبعا فيها صور متحركة وفيديوهات متحركة، طبعا حركة شتات في الواجهة، تمام، وفي الرسائل وتساقط تلج على كل ده كده، تمام. تعال نشوف كده تساقط التلج اشتغل اهو، شغال فيها، حتى كمان في الشات موجود، تمام. طيب تمام، خد لك تاني باسورد 30، تمام. تابع مع الفيديو عشان تاخد اخر رقمين في الباسورد. طيب طبعا نسخة الاحتياط والاستعادة، تنظيف النسخة، طبعا خصوصية الستوري، تمام، تحديثات النسخة، تابع المطور، تمام. طبعا ده رسالة الشكر، انزل العظمة دي، تمام. وهنا معلومات عن التطبيق والاضافات زي ما انت شايف، تمام. شير النسخ، تمام، ما علينا. وخد لك اخر رقم في الباسورد 40، تمام. طبعا هتلاقي برضو اللي مسمعش الباسورد هتلاقيه هنا، تمام. هنا مكتوب هنا كده على ايدك هنا، الباسورد اللي مسمعش الباسورد. طيب تمام، بعد كده نخش كده على الشات. طبعا ترمي رسايل، تمام. عايز تعمل شات طبعا بتعمل قلب، طبعا، وترمي كمان شتات، تعمل علامة صح. طيب تمام. خلينا كده نخش كده على الاعدادات العادية الأساسية. طبعا خصوصيات دي ملفات الصور، وده لاستر اعدادات النسخة، ودي الشتات، ودي الاشارات، تمام، والمساعدة. وتخش على اباوت، تمام. وكده يبقى انتهى شرحنا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله حصري على قناة ميجا بايت. يلا الفيديو خالص.